السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنبدأ تاني يوم وجبة تنفع فطار وتنفع غدا. عملنا معانا طبق السلطة. معانا خيار وفلفل وطماطم، وحطينا عليها ليمون وكمون. وهو على فكرة المفروض برضو يبقى فيه جرجير وكزبرة، على قد ما تقدروا حطوا فيها خضرة. بس انا بصراحة ما لقيتش عندي فعملتها باللي موجود. بس لا، هي الصح ان تحط فيها الخضرة احسن. السلطة بتشبع وما بتخليش وما بتتخنش يعني، لان لما في خضرة كتير مش هنحط طماطم كتير، عشان الطماطم برضو املاح ومش المفروض ان هي تكتر في السلطة. ومعانا هنحط عليها الفول ده ما حطلهوش ولا اي حاجة غير ملح بس، مش حاطله زيت ومش حاطله اي حاجة، بس هنقلبهم كويس مع بعض. وهنسلق جنبهم بيض، ونحط على وشه كده حبة كمون. والعيش كل واحد هياخد له نص رغيف، وبعد كده اللي عايز يكمل بالمعلقة. دي الوجبة دي هتنفع فطار وغدا. احنا قايلين عشان بقالنا هناخد كام يوم كده اكل من غير زيوت ومن غير اي حاجة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وصفة بسيطة وسهلة وفيديو صغير كده. وشكرا لكم لمتابعتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم.